مساء الخير. ماتش ممتاز من الزمالك النهارده. فيريرا صلح كل غلطات الماتش اللي فات، ان هو بدأ يعمل حلول للفرقة في نص الملعب وقدام. تشكيل النهارده كان الانسب للماتش. ميدو راهن على فكرة نص الملعب، ان اللعيبه بتاعته منسجمه مع بعض اكتر في نص الملعب اكتر من الزمالك بيعمل روتيشن الفتره اللي فاتت. فدي كانت التركه اللي كان ميدو بيفكر فيها، ان تماسك نص الملعب عنده ممكن يقابله بعدم انسجام بين نص الملعب في الزمالك، خصوصا ان روى كان بيلعب الفتره اللي فاتت كتير. ف دونجا كان بينزل بديل دايما. النهارده فيريرا فاجئنا ان دونجا بدأ اساسي، ودي كانت نقطه تحول في للزمالك من الدفاع للهجوم، لان دونجا لعيب فايتر، لعيب قوي. فالزمالك بدأ تشكيل الماتش النهارده بالطريقه المعتاده بتاعته: 3-4-3-2-1 او 3. لما الطريقه بتتقلب في حاله الدفاع بينزل، لما ناحيه اليمين بيلعب يوسف اسامه بينزل هو. لو زيزو بيلعب ناحيه اليمين بيغطي عليه امام عاشور، بيغطي مكانه. دي كانت برضو مهمه جدا النهارده. امام فتوح وزيزو التلاتة كانوا بيعملوا ثلاثات حلوة قوي، كانوا فارقين جدا في الحتة دي. وده اللي شفناه في الجون التالت بتاع عمرو السيسي. الزمالك النهارده تقريبا فرقة مكتملة، حرفيا مكتملة. قبل الناحية التانية اسماعيل لعب ب4-2-3-1. في حالة الدفاع صالح جمعة بينزل في نص الملعب، ومدبولي بيرجع في نص الملعب، ويارو بيرجع في نص الملعب. بتبقى 4-4-1-1. اعتقد سبب من الاسباب ان النهارده الاسماعيلي ما كانش عنده فعاليه هجوميه اكتر، ان باسم كان بيهرب كتير على الاطراف، وده خلى فرقه الزمالك مرتاحه. فعكس ان ميدو كان في حاله الهجوم كان دايما بيطير الجناحين على اساس ان هو يوقف الاطراف بتاعه الزمالك. بس دي كانت سلاح ذو حدين، لان الزمالك استغلها حلو قوي في الجون الاول بتاع يوسف اسامه نبيه، ان الكره اتلعبت من ورا دسوقي، تك زيزو عمل اوفر، يوسف اسامه نبيه حطها ببطن رجله بكل اسم. ماتش متوازن. ومبروك للزمالك، وان شاء الله اللي جاي احسن. شكرا.